البرتغال بدات المونديال بتعادل مفاجئ قدام الكونغو الديمقراطيه بهدف لمثله. البدايه كانت كتبان مريحه، وفي الدقيقه 6 جواو نيفيش سجل الهدف الاول من كره جايه من بيدرو نيتو، وقلنا صافي يمكن البرتغال غادي تدخل وتتحكم في الماتش من الاول، ولكن اللي وقع هو العكس. الكونغو الديمقراطيه ما طاحتش من بعد الهدف، بقاو واقفين منظمين وكيسدوا على البرتغال المساحات. رونالدو كان حاضر في الماتش ولكن ما قدرش يدير الفرق. البرتغال كانت عندها الكره ولكن الفرص الحقيقيه ما كانتش بزاف. ومن بعد في اخر لحظات الشوط الاول في الدقيقه 45 زائد 5 يوان ويسا سجل هدف التعادل للكونغو الديمقراطيه، هدف تاريخي حيث الكونغو رجع للمونديال من بعد سنين طويله وتسجل قدام البرتغال بهذه الطريقه. هذه رساله قويه. في الشوط الثاني البرتغال حاولت تقلب على هدف الفوز ولكن الكونغو بقات واقفه مزيان، وحتى باكامبو كان قريب يعطيهم فوز تاريخي ملي ضرب الكره في القائم. النتيجه النهائيه هي 1-1 تعادل بالنسبه للبرتغال بحال الخساره، ولكن بالنسبه للكونغو نقطه كبيره وبدايه كتقول ما جيناش غير نشاركوا.